السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم الخوت غادي نهضروا على التخريب اللي وقع في المملكة الديكتاتورية الإجرامية البنانية. هذا التخريب هذا اللي بغاو ينسبوه للحركة ديال جيل زد. فهنايا الناس ديال الجيل زد خرجوا بينوا وضحوا انهم هاد الناس هادو كيبداو المظاهره مع هاد الوقيته وكيساليوها مع هاد الوقيته مع 8 الليل اولا مع 9 الليل وكيمشيو في حالاتهم. فتبين ان دوك الناس اللي خرجوا كيمارسوا التخريب فهادوك ما عندهم حتى علاقه مع الحركه ديال جيل زد. كنشوفوا ناس ملتمين، كنشوفوا بلطجيه ملتمين، وكنشوفوا قاصرين تابعينهم، عصيرين ما فاهمين والو غاديين تابعينهم. وهنا كنرجعوا للنظام الديكتاتوري الخبيث والاجهزه القمعيه برئاسه الجلاد المتسلسل مخرج افلام البورنو عبد اللطيف الحموشي. فهاد الرجالات ديالو، فهاد المجرمون ديالو، فهادو هما كيستعملوا هاد الاساليب، وهذا الشيء معروف. هادشي معروف. فبزاف من دوك الملتمين هادوك عناصر ديال بلطجيه، جايبهم النظام، جايبهم الجلاد المتسلسل مخرج افلام البورنو عبد اللطيف حمويشه طالقهم تما كيناش باش يخسروا الصوره للحركه ديال جيل زد امام الشعب المغربي، باش يفرعوهم، باش ينتقموا منهم. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي كيتبين. وهنا الا جينا نمشيو نشوفوا غير هاد الصوره هذا ملي كتشوفوا اللي تيدير الخدمه ديال البوليسي، واللي هو بوليسي لابس اللبسه ديال الصحفي. ملي كتشوف هاد السيد هذا معاك في وسط المظاهره، اش كتقول عليه؟ كتقول هذا صحفي. السيد هو لابس عادي ودير الكاميرا معلقه في العنق ديالو، فهذا كيبان لك انه صحفي كيدير الخدمه ديالو. حتى واحد الوقيته يتحول وكيولي بوليسي متخفي وكيدير الخدمه ديال البوليس وكيشد بنادم كيعتقلهم. اذا هاد الشيء، هاد الاساليب معروفه على النظام الخبيث الحقير، معروفه على الخبيث الجلاد المتسلسل مخرج الافلام البورنو عبد اللطيف حمويشه، معروف عليه هاد الاساليب. فاذا ملي كنشوفوا هنايا هذا مشدود هنا قدام الكاميرا وغادي داير هاد العمليه هادي، كيشد بنادم هذا اللي لابس الصحفي. فبالليل هذاك الملتم فتا هو انا كنشوفو من رجالات الجلاد الخبيث الحقير عبد اللطيف حمويشه، لان الناس ديال الشباب ديال جيل زاد ما كيهضروش بديك الطريقه وما كيتظاهروش بالليل كاع، هما ما كيوصلوش ل9 الليل، كيمشيو في حالاتهم، ما جاو لا باش يخربوا ولا حتى شي حاجه. وحاجه اخرى انا ما فهمتش، كانت الدوله هذه اللي قمعيه واللي كتفرع بنادم واللي ما نعرف هي، وقال لك الحموشي هي كتستعان به فرنسا والبرتقيز والانجليز وامريكا والمريخ، كل شيء كيستعان به. وكيفاش انت ما قدرتيش تسيطر على ديك المجموعه، دوك الملتمين ودوك القاصرين، ما قدرتيش تسيطر عليهم، خليتيهم يمشيو يقلبوا الطوموبيلات ويحرقوهم ويهرسوا البنكات ويديروا هذا الشيء كامل. اذا هذا الشيء هذا مصطنع، انا كنشوفه، هذا التحليل ديالي انا كنشوف، لان انا عندي تجربه مع هذا النظام الحقير الخبيث. واش النظام اللي كيشد بنادم كيعذبو، كيشد بنادم كيفبرك له ملف، باغي يغبرو، باغي يغرقو، باغي يدمر له الحياه ديالو. هذا نظام اللي كيدمر الحياه ديال الناس. واش عاد غادي يخفى عليه بحال هكا ملي تكون عنده الروينه وهذه ما يجيش يدمر عاوتاني واحد الشباب اخرين يفرعهم باش يستحوذ على القضيه ويشوه الصوره ديال هاد الحركه ديال الشباب ديال جيل زاد ويفرعهم. انا هاد الحقير عبد اللطيف الحموشي حمويشه، هاد المجرم، هاد الجلاد المتسلسل، هاد مخرج افلام البورنو، اي حاجه يديرها. ملي كنشوف انا هاد الصوره صاحبي، ملي كتشوفوا هاد الصوره هذه صوره معبره. هذا صحافي ملي كتشوفوا هو بوليسي كيشد عباد الله كيديهم. وبانوا نماذج اخرى، بانوا نماذج بلطجيه.
بانوا الناس كتبيع الحشيش داخله خارجه الحباسات، بانوا خدامين تا هما كيشدوا بنادم وكيطلعوا بنادم من الطوموبيلات للصافيطاج. اذا هذا نظام خبيث حقير، هذا جهاز متعفن، جهاز ديال الحمويشه متعفن، جهاز حقير خبيث كيستعمل جميع الاساليب الخبيثه. واش اللي كيدخل يصور البنادم الافلام ديال البورنو، واللي كيدخل يتصور الناس ازواج اش كيديروا ما بينهم وكيبدا يبتز فيهم، واش هذا عاد غادي يخفى له هاد الاساليب هادي ما يديرش بحال هاد الشيء هذا؟ غادي ندير اسهل حاجه يدير هاد الحقير، هاد المجرم، هاد الجلاد المتسلسل عبد اللطيف حمويشه. اللي كيدير هاد التخريب هو البلطجيه، هادوك الملتمين هادوك بلطجيه، لان الناس ديال حركه جيل زيد ما خارجينش بوجههم مغطي، ما خارجينش بالتام، خارجين بوجههم مكشوف. اذا اللي دار التخريب وصاق مع هذوك الناس الاخرين هو من صناعه المخابرات. التخريب من صناعه المخابرات، اللي كيخرب بنادم، اللي كيخرب الحياه ديال الانسان، هذا عنده التخريب في الدم. هذا التخريب ديالهم خدامين به هذا النظام الاجرامي. النظام الاجرامي كيشد بنادم كيعذبو، كيشد بنادم كيغتصبو، كيخرب له الحياه ديالو، كيشد بنادم كيقتلو. النظام الاجرامي كيقتل كيحاول يقتلك، ملي ما كيقدرش كاع يسكتك كيحاول يقتلك، واخا تكون انت كاع خارج المغرب، خارج ديك البقعه ديال المملكه البنانيه، كيحاول يقتلك. وعاد تجي تقول لي هذا ما ديرش هذا الشيء هذا. انا كنشوف الملتمون ما عندهم حتى علاقه لا مع جيل زيد ولا مع المظاهرات اللي خارجين بهم هاد الناس هادو ديال جيل زيد. هادوك كنشوفهم رجالات الحموشي، البلطجيه ديال الحمويشه، وجايرين صايدين معاهم دوك القاصرين اللي ما فاهمين والو، غاديين كيدربوا وكيديروا هذا الشيء. وهنا كنعاود نقول لكم، اذا من هذا النظام هذا قوي وهاد الاجهزه هذه واعره، وعلاش في ديك اللحظه ما شفناش البوليس؟ ما شفناش هاد البوليس هادو، خلاوهم يقلبوا الطوموبيلات وخلاوهم يديروا هاد الشيء كامل ومشاو. ما كيتفهمش هاد الشيء هذا، ما كيتفهمش. هذا السيناريو عاوتاني بائس من الجلاد المتسلسل مخرج افلام البورنو عبد اللطيف حمويشه. وفينا هما علاش ما شفناش البوليس كيتواجه مع دوك الناس هادو؟ كانوا غادي يهربوا دوك القاصرين، كيفاش الطوموبيلات كيتقلبوا د البوليس وكيتحرقوا وما كاين حتى شي بوليسي تما؟ فينا هما دوك البوليس؟ فين مشاو؟ اذا هنا هاد الروايه ديال البوليس، الروايه الخبيثه البوليسيه، خاصنا نشوفوا الروايه الاخرى حتى هي، ماشي غير الروايه الرسميه البوليسيه. كنعرفوا الروايه الرسميه البوليسيه الحموشيه مفبركه خبيثه كاذبه ومزوره، وفيها كل شيء الخوان، فيها كل شيء. الحركه ديال جيل زيد ما عندها حتى علاقه مع التخريب. الناس خارجين كيطالبوا بوجههم مكشوف، ما كيديروا لا التام لا حتى شي حاجه، وكيقولوا ها معاش غنبداو ها معاش غنساليو. النظام المجرم هو اللي معروف عليه التخريب منذ سنين، هو خرب الحياه ديال المغاربه. هذا النظام هذا اللي ما عندش مو سبيطار، هذا ماشي نظام مخرب، هذا ماشي نظام اجرامي اللي ما كيعريش بنادم. ما عندكش الطبيب، فين الطبيب؟ خاسرين المجرمون، خاسرين الملايير ومليار دولار، 1000 مليار على التيرانات ولا الكلاب. ولكن السبيطارات ما كاينينش. السبيطارات من 2017 الناس دخلوا كيدوزوا عليهم الحبس، خوتنا اللي في الريف دخلوا كيدوزوا 20 عام 15 عام 10 سنين الحبس على ود هاد المطالب هادي. وهنا المجرم الديكتاتور محمد السادس عنده الفلوس، عنده 1000 مليار ديال الدولار، عنده باش يبني الملاعب بالزربه الملاعب تبنات بالزربه. ولكن السبيطارات فين يتداووا المغاربه؟ لا، خاصني نخرب يماكم، خاصني نخرب يما هاد الشعب. هادو ماشي الشعب، هادو الرعايه ديالي. اذا وهنا راه كنشوفوا هاد المجرم كيفاش هذا. واش هذا مسؤول؟ واش هذا مالك مسؤول؟ عندك شباب مقتولين، هادوك اللي تقتلوا حتى هما تقول لي المخربين، حتى هما تقول لي دخلوا باغيين تيقونا تغفلوا علينا بديك الروايه البوليسيه عاوتاني ديال لا دخلوا بغاو ياخذوا السلاح. اش من سلاح بغاو ياخذوا؟ هذه الروايه اللي قلتوا نتوما. الناس شفناهم دوك البلطجيه كانوا اللي كيهرسوا، هذاك تم التحريض ديالهم بداو كيهرسوا، ولكن جيتوا قلتوا لنا السلاح ما السلاح، وحنا ما شفناش شي واحد كيدافع
هذاك الجدارمي خارج كيهاجمين عليه الناس وكيضربهم فاس، كاع اللي شفناهم ميتين مضروبين في الظهر ديالهم، من اللور في الكتف ديالهم. والسيد شاب، هذا شاب تضرب في راسو. هذا واش هذا هو كان جاي باغي يدخل السلاح؟ هذا طالب في المعهد ديال السينما، كان كيدير الخدمه ديالو، كان كيصور يا ولاد الكلاب يا المجرمون يا الحقيرون. والروايه البوليسيه ما يمكنش نتيقوا بها، لاننا كنعرفوا الروايه ديالكم منذ سنين، وهي ديال ما فيها الكذوب والتزوير والتلفيق. خاصنا نشوفوا هذا الشاب وهذا دابا طالب في المعهد ديال السينما كان كيصور. وشنو هذا؟ تقول لي حتى هو دخل عليكم بغا يهز لكم السلاح ولا شي حاجه؟ اذا وشفنا داك الجدارمي، شفناه، ما نقدروش ندوزوا الفيديوهات الخوت هنايا. الجدارمي هاز الفردي وبعيد في وسط الشارع، ما كاينه ديك الساعه لا تكانه لا بريغاد الجندر لا حتى شي حاجه، غادي كيجري وما كينيش على بنادم وكيتيري. ما كيبان لناش شي واحد هاجم عليه ديك الساعه، هو في حاله دفاع، هو اللي هاجم، هو اللي تابعهم. اذا بنادم تا الى هرب ما خاصكش تيري عليه من اللور، خاصك تضربو من اللور. فين هي المواجهه؟ فين هي الدفاع عن النفس؟ شمن دفاع عن النفس؟ سيد هربان انت كتيري عليه وانت تابعو كتيري عليه، فين هي هذا الدفاع؟ فين هو؟ اذا هذا الشيء اللي كنشوفوه هنايا، تنشوفوا الكذوب ديال يماكم، كنشوفكم قتلتوا شباب، هذا ضيعتوه في حياته. واش هذاك حتى هو اللي طلعتوا فيه بالطوموبيله، طلعتوا فوق الحيط ضربتوه قطعتوا له رجلو، حتى هو كنتو في حاله الدفاع؟ ما يمكنش هذا الشيء هذا. واش دغيا بغيتو تغفلوا علينا ولاو كيهضروا على التخريب وبغاو يلصقوا هذا الشيء ويغفلوا على عباد الله وصافي، ومابقاش كيهضروا على البوليس اللي داخل طالع فوق التريطوار كيقطع السيد رجلو، هادو اللي قتلوهم. ما فهمنا والو منكم هنايا. بغيتو دغيا تدوخونا ولا شنو؟ يجب المحاسبه ديال يماهم هادو اللي قتلوا عباد الله. ما يمكنش هذا الشيء هذا. وملي كنجيو كنشوفوا ديك النيابه العامه قال لك تتوعد المخربين ما كاين 20 عام بالحبس والمؤبد. مزيان جميل هذا الشيء هذا. واحد كيخرب الممتلكات ديال الناس بداك الشيء، حكم عليه، شي حكم عليه محاكمه عادله. واخا نتوما ما عندي ما كنت شي محاكمه عادله في ديك المملكه البنانيه، ولكن شفتكم هنا النيابه العامه ما توعدت حتى شي ولو بساعه في الحبس. هادو اللي عطاتهم تتوعد فيهم 20 عام المؤبد، ولكن دوك اللي قتلوا ما سمعناش تتوعد ولو بساعه داخل الحبس. البوليس اللي قطع الشاب رجليه، البوليس اللي في محاوله القتل صريحه طالع فوق التروطوار بالطوموبيله وداخل فيه وخابطو مع الحيط، قطع له رجلو بجوج. هذا ما توعداتوش هاد النيابه العامه ب 20 عام ولا بالمؤبد، ما توعداتوش حتى بساعه المكانه بالحبس. هادو الجدارميه اللي قتلوه تنشوفوه كيجري كنشوفوا الجدارمي كيجري في وسط الشارع، كيجري وكيجنيش كيتيري على بنادم. هذا ما توعداتوش هاد النيابه العامه ب 20 عام وبالمؤبد، ما توعداتوش ولو بيوم في الحبس. ما يمكنش هذا الشيء هذا، ما يمكنش. راه هذا الشيء اللي كنهضروا عليه منذ سنين، وهذا الشيء هو اللي محارب مع الدين ديماكم عليه انايا منذ 2010 وانا محارب معكم عليه، هو محاكمه الجلادين. وعييتوا ما تسكتونا وبغيتوا ديروا كل شيء، الفلوس هادي اللي بغيتي يسكت، ما كاينش محاكمات والو، ما تفكيتش معكم المحاكمات، لان ما كايناش عداله من غير المحاكمه، ما كايناش شي تعويض من غير المحاكمه، ما كاين لا تعويض ولا والو. التعويض الاول كيكون هو المحاكمه. الجلاد يماه، الجلاد المتسلسل الخبيث الحقير عبد اللطيف حميشه يجب على المحاكمه، والجلاد منير الماجدي الخبيث ديال الكاتب الخاص ديال الديكتاتور محمد السادس المحاكمه. والله لا تفكيت معاكم بالله. وهذا هو اللي كنهضروا عليه، هذا هو اللي محارب معاكم عليه منذ سنين، هو العداله، المحاكمه، المساءله يا المجرمون، المساءله والمحاكمه. اذا هذا الشيء هو اللي خاص المغاربه كاملين يهضروا عليه. مزيان سيدي نحاكموا المخربين، ولكن كذلك اللي قطع البوليسي رجل الحموشي
راجل حميشه اللي قطع الشاب برجليه خاصو يتحاكم، خاصو يتحاكم، ما خاصوش يتزقل منها. هاد الجدارمي اللي قتل 3 ديال الشباب خاصو يتحاكم، خاصو يتحاكم، ما خاصوش يزقل منها، خاصو يتحاكم. كيفاش قتلتي عباد الله؟ كيفاش قطعتي البنادم رجليه وما تحاسبش وما تتحاكم؟ وراه الحموشي المجرم خاصو يتحاكم على هذا الشيء هذا، لان البوليس باش غادي يمشي يهز طوموبيله ويطلع فوق التروطوار ويدخل في بنادم ويقتلو، عارف ان المدير العام ديال الامن جلاد متسلسل هارب من العداله، مخرج الافلام البورنو، ما كاين لا محاكمه لا والو، الدنيا هانيه. اذا كيفاش بغيتي هاد الناس يكونوا؟ هادو راه الشبيهه ديال المسؤول ديالهم، المرؤوس ديالهم. اذا نظام قمعي همجي كيتكلفت على الشعب المغربي، خاص هادو يتحاكموا، وهادو خاصهم المحاكمات، اما تجيش تدوخوا علينا. خاص هاد الناس يتحاكموا، والله الخوت هما تحاكموا هاد الناس هادو. ما اش غنقول لكم، ما يمكنش تدخل بنادم قطع له رجلو تقول لي ما كايناش المساءله والمحاكمه، ما يمكنش تقول لي قتلتي بنادم. والشاب هذا شاب مسكين طالب في معهد السينما ضاربينه بارطاس على الراس، وتقول لي هذا ما يتحاكمش، ما خاصوش المحاكمه. ما يمكنش هادشي هذا، وهذا المره الجايه يبداو يعدموا فيكم في ديوركم. ما يمكنش هادشي هذا، ما يمكنش. وهنا الاخطر من هادشي كامل هو الخوت، راه قالها لكم محمد السادس، لانه ما بقاش محمد السادس، ما كاينش محمد السادس، كاين محمد السادس المجرم الديكتاتور الارهابي اللي كيمارس الترهيب على الشعب ديالو. هاد الديكتاتور محمد السادس قال لكم المغرب يمشي بسرعه، هو راه في واحد المغرب اللي ماشي فيه نتوما كاع. واش المغاربه كتموت بالقرطاس، البوليس كيقطع البنادم رجلو، ومحمد السادس المجرم ما على بالوش، خارج البارح رسميا جاي كيحتفل، قال لك كيحتفل بالموت ديال باه المجرم السفاح اللي قتل عباد الله. بنادم المجرم باه اللي قتل عباد الله، قتل المغاربه، هذا جاي قال لك كيحتفل بالذكرى ديال الموت ديالو 27 سنه. وانت يا المجرم يا الديكتاتور جاي كترحم على باك المجرم اللي مات 27 سنه، وما ترحمتيش على دوك الشهداء اللي ماتوا ولا تقطع له رجلو 24 ساعه قبل من موراها. هذه هي 24 ساعه. كيفاش هادشي ده؟ كيفاش شي ملك مسؤول، شي رئيس دوله مسؤول عنده البوليس كيقطع البنادم رجلو، عنده البوليس والاجهزه ديالو كتقتل بنادم بالقرطاس، العالم كيهضر على هادشي، الصحافه الدوليه العالميه، الصحافه في امريكان، فرنسا، العالم كيهضر على ما يقع في المغرب، ان البوليس دخل في بنادم قطع له رجلو، ان بنادم قتلوه بالقرطاس الرصاص الحي، 3 ديال الناس ماتت. وهذا المجرم الديكتاتور خارج قال لك كيترحم على با اللي مات 27 سنه هذه، وهذوك هي المجرم ما ترحمتيش عليهم، هذوك اللي ماتوا يلاه 24 ساعه هذه. ما يمكنش الخوت هادشي، راه والله ترى الحماق مع هادو بالله، راه ما يمكنش. والله حتى كيحتقركم هاد محمد السادس الا كيشوف فيكم الرعايا العبيد ديالو، والله كان كيشوف فيكم مواطنين والله ما يقدر يتصرف هكا. تخيل معايا شي ملك في شي دوله يدير هاد الحاله هادي، والله لا بقى، والله تيتوروا على مو، والله لا بقى، والله ما يبقى داك الملك، والله تيهرب بالله العلي العظيم تيهرب. ما يمكنش والله ما يمكن الخوت. تخيل معايا الملك اسبانيا ولا بلجيكا ولا الانجليز ولا السويد، بنادم كيموت عنده بالسلاح، وبنادم تقطعوا له رجلو في المظاهرات وهو خارج ما كيهضرش كاع على هذا الشيء كاع البته، بحال ما كاين والو. اشنو قال لك كيترحم على باه المجرم اللي مات 27 سنه هذه. ولكن هذوك اللي ماتوا 24 ساعه ما كاينش الترحم عليهم ولو كلمه وحده، وهنا باش تعرفوا راه ما اشنو، وراه خاص المطالبه بالمسؤوليه وبالمحاكمات على كل شيء. هذا ماشي ملك، هذا والله حتى مجرم، والله حتى حقير، والله حتى خبيث هذا محمد السادس. لان لو كانت فيه ذره ديال الكرامه، وكون دابا ولدك انت يا المجرم يا الديكتاتور اللي تقطعوا له رجلو، ما كنتش تهضر. ما يمكنش هذه، راه والله حتى هذه قمه الحقاره، قمه اللا انسانيه، دي جريمه ضد الانسانيه. واش انت الدوله انت مسؤول عليها، مالك كتخلص الملاير من عندنا، فلوسنا هذوك يا ولد الحرام، فلوس الشعب المغربي هذوك، باش كتخلص مليار في النهار كتضربها مع راساتك، وبنادم كيموت في المظاهرات. البوليس الرجالات الجلاد اللي معينو نتايا، الجلاد المتسلسل مخرج افلام البورنو عبد اللطيف حميشه
كيقتلوا في عباد الله، كيقطعوا البنادم في رجليه والدراك وداك الشيء، وانت خارج رسمي جاي ولا كلمه ولا كلمه. ما يمكنش. نوضي على الدين ديالك، نوض تعوذ من هنايا، نوض تعوذ من داك العرش يا ولد الحرام، نوض صاحبي. ما يمكنش. المغاربه اللي حاطينك تما، المغاربه اللي كيخلصوا، راه هادشي اللي خاصكم تفهموه الخوت. راه ما يمكنش يكون ملك بدون شعب، ولكن شعب بدون ملك كاينه موجوده. هاد ولد الحرام ما باغيش يخدم، هاد المجرم، هاد الديكتاتور ما يمكنش يتصرف بهاد الطريقه هادي. راه قمه اللا انسانيه، قمه جريمه ضد الانسانيه هادي. وما يمكنش. واش بقات شي حاجه اكثر من تقطع بنادم رجلو؟ وماشي هذا راه ماشي تقطعات له في كسيده، هذا راه البوليس قطع له رجلو داخل فيه. هذه راه محاوله القتل العام وبنادم مقتول بالسلاح، وانت يا كاين هنايا ما تهضرش، خارج كترحم على باك المجرم. الخوت والله تامر ما شوف، والله إيتا هاد الملك الا كيشوف فيكم اكثر من الحقاره، اكثر من الوضاعه، لانه لو كان كيشوف فيكم كشعب والله ما كان يتجرأ ويبان وما يهضرش على هذا الشيء. هذا ما كتدخلش العقل، والله ما كتدخل العقل هذه. وهنا تنقولوا لهذا المجرم راه حتى هو خاص مو المساءله والمحاكمه. اذا يجب المساءله والمحاكمه على كل شيء، على كل شيء. مالك ماشي مالك، خاصك تسال وتحاكم. اي واحد خاصو تكون المساواه. كي الملك كي هذا المواطن، خاص بنادم هذا يولي مواطن تما. راه مازال الان كيشوف فيكم الرعايه والعبيد ديالو. اذا الخوت غنحبسوا هنايا، لان زدنا غادي نوصلوا معاهم شي واصل، لان ما بقاش، ما يمكنش هادشي. راه بزاف، ما بقاش اكثر من واحد تقطع له رجلو، دمرتي له الحياه ديالو، خربتي له الحياه ديالو، دمرتي له عائلته ومستقبله. بنادم قتلتيه، ساليتي معاه، دمرتي عائلته، وتجي انت يا رئيس الدوله ملك البلاد اللي كيعطيوك هاد عائلته، كتعطيك الملاير يوميا، كتضربها يا ولد الحرام يا المجرم، وما تجبد حتى شي كلمه من هادشي. ما تهضرش، تعاودين على الدين ديالك، تفوين على بوك الكلب لهذا النظام الخبيث الحقير. اذا هنا الخوت كون وصلنا لنهايه الحلقه، موعدنا الحلقه المقبله. السلام عليكم، مع السلامه.